اسئله كتير بتجيلك في المسجات ومحدش خالص بيشتري. ليه بقى؟ الحقيقه من طبع اي حد عايز يشتري منتج انه يعرف كل المعلومات اللي هو محتاجها. قبل ما تفكر ليه الناس بتسالك ومش بتشتري، فكر انت لما بتشتري بتعمل ايه. طريقه الشراء من شخص للاخر بتختلف، ولكن في النهايه كلنا ممكن نعمل سيرش مره واتنين وتلاته قبل ما ناخد قرار. فلو بيجيلك ناس كتير بتسال، ما تتضايقش ان هم ما اشتروش، لكن الادق افهم هم بيسالوا على ايه. لو بيسألوا كتير عن السعر وبعدين بيرجعوا يتراجعوا في الشراء، يبقى إذا السعر بتاعك محتاج يتراجع. طب هل ده معناه إن السعر غالي؟ لا، مش معناه إن السعر غالي، بس معناه إنك محتاج تفهم إيه اللي مش عاجبهم في السعر. فبدل ما تزعل إن حد بعت رسالة وما اشتراش، تعالى كلمه مرة تانية، اسأله حضرتك كنت بتسألنا عن الموضوع الفلاني، هل نقدر نساعدك فيه؟ قول لنا لو في حاجة نعملها أحسن تساعدك إنك تشتري. الطريقة دي في التفكير هتخلي كل حد بيبعت لك رسالة بيتحول معاك واحدة واحدة لعميل بيشتري. ما تتضايقش من اللي يسألك ويمشي، لأن في الآخر طالما سألك هو عنده اهتمام. الذكاء إنك تعرف تحول الاهتمام ده لعملية شراء.